السلام عليكم، بونسوار توس، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. بسم الله. عندي دجاجة الوزن تاعها كيلو 900 غرام. لهنا بعد ما غسلتها مليح ونقيتها وحطيتها في الملح والخل مرتين وشليتها ثاني وخليتها تقطر. دوكا تجيب نثقبها بها بالموس باش لاماريناد من بعدها تدخل لنا حتى للداخل، وكي نطيبوها ما تجيش شايحه وما تجيش ناشفه. في ريسيبيون حطيت حبة تاع بصلة اللي تكون متوسطة الحجم، قطعتها مربعات صغار. راح نزيد لها مغرفة كبيرة تاع خل ومغرفة صغيرة تاع عسل. لهنا العسل انا درت هذاك تاع سيرتا اللي نديرو بيه المقروط نورمال، جوست باش يعطينا تحميرة الباهية من بعد. الليسيبيس نحتاجو فلفل احمر حار، توابل تاع الدجاج، كركم، الكيري، الفلفل الكحل. هاد لي زيبيس راني درت مغرفه ونص صغيره هذيك تاع القهوه، غير الفلفل الكحل درت منه 4 مغرفه. نزيدو مغرفه كبيره تاع هريسه، موطارد، وحوالي 3 مغارف حتى 4 تاع زيت، بلا ما ننسى الملح، ومغرفه كبيره تاع زبده. خلطوا كامل هاد لا ماريناد بيان في بعضها. مارينيو الدجاجه تاعنا من الداخل ومن برا، ونزيدو نديرو فيه هذوك الثقوب اللي درناهم بالموس وثاني تحت الجلده باش من بعد ما تجيناش شايحه وما تجيش بيضه من الداخل. اللي يحب يدير الزعيصرة ولا يحب يدير الدبشة كيما هكذا، نغطيو هذوكا بالبابي فيلم، نحطوها في الفريجيدير من ساعتين حتى المكثر. تقدروا اللي ما عندهاش الوقت مرة ديرها شتا نص ساعة برك. دوكا نحتاجو البابي كويسون والبابي الومنيوم باش نغلفو الدجاجه تاعنا. انا خليتها ريحت ليله كامله، شربت هذيك لا مارينا تاعها بيان باش نتحصل على النتيجه اللي راني حابتها انايا. بعد ما حطيت الدجاج فوق البابي كويسون، عندي حوالي كاس صغير هكذا تاع روز اللي كنت طيبته في 5 دقائق برك. ما تخليوش يطيب بزاف باش من بعد كي نحشيو به يزيد يكمل طيب تاعو. هذه اللي يشتي الروز يكون طيب بزاف، اللي ما يشتيش طيب بزاف يقدر يديرو هكذاك شايح ماهوش طايب يعني نخلطوه في لا ماريناد هذه اللي ما زدنا لها حتى قدره تاع بون، ونعاودو نحشيو به الدجاجه تاعنا من الداخل. نقفلوها مليح بالخيط باش ما تتحلش، نغلفوها مليح. لحبيتو توصلوا للنتيجه المثاليه ما يدخلهاش الملح اللي راح ندفنوها فيها، غلفوا وما تبخلوش عليها، سواء بالبابي كويسون سواء بالبابي الومنيوم. عندي ساشيه ونص تاع ملح، راح نكبها في الطبسي، نعاود نبخها بشويه تاع ماء ما تجريوش بزاف باش نغلفوا به الدجاجه تاعنا ونردموها. بيان سور راح نديرو شويه في البلاطو اللي لازم يكون تاع حديد باش ما تطولش معنا وما تديش وقت بزاف طويل. نحطو الدجاج اللي ديجا كما قلت غلفناه مليح بالبابي الومنيوم والكويسون، ونعاودو نردموه من الفوق. يسيو كيف تعدلوها مليح من الفوق، ما تخليوهش مشقق باش بعد جيت تملحوه في الفور راح يبس معنا ويطيب. انا خليته مده ساعه ونص، توجور على حسب درجه الحراره تاع الفرن تاعكم. في الوسطاني شعلت لها من التحت ومن الفوق، يعني ديك ساعه ونص قسمتها بين التحت والفوق. لهنا هاني كسرته وراح نحلها معكم ان شاء الله تشوفها في لافان تاع الفيديو. مالغري ما درنا ولا قطره تاع ما مشيت ولا صوص اللي طلقتها الدجاجه هذيك وحدها. راح نحلوها معكم ونشوفوا باللي الروز باللي راه طاب على حبه وجا مفتفت، ما جا متلاصق، ما جا شايح.
هذه الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم اللي كان الدجاج محمر ومجمر مدفون في الملح على الطريقة التركية. الوصفة كما شفتوها بزاف هايلة، ما تديش وقت، احسن من المحلات والنتيجة تاعهم مثالية. طريقة تعويض جديدة ولو انه عندها سنوات، يعني راهي يدور في لي ريزو سوسيو، مي البنة تاعها تستاهل انكم تجربوها. تصلح بزاف للعرضات المناسبات وكوجبة صيفية ان شاء الله. مش راح تتكلف ومش راح تطول لكم، والبنة تاعها بيان سور بزاف 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 هايله، سورتو لكن خليتوها طولت في الماريناد هذاك اللي درتوه. اون بليس التزمتوا بجميع النصائح اللي قلتها وغلفتوها مليح باش ما يدخلش فيها هذاك الملح اللي دفنتوها فيه. ثاني كمية الصلصة اللي خرجت منها مالقري ما درنا حتى قدرة تاع ما راها تكفي. اللي يحب الدجاج يسقيه من الفوق وما يحبوش يجي شايح، مالقري راه طايب زبده ويتفتفت وحده. توجور لكن عجبتكم لاشين تاعي متنساوش تخليو لي جام هكذا باش تطلع لاشين، تطلع لا فيديو توصل بزاف ناس واحده اخرين. نبقى انا نحط لكم دي فيديو صغار ما يتعديوش 10 دقائق، ما يطولوا عليكم، ما يتعبوكم. وباش ما تراطيو حتى حاجه جديده ابونيو، كليكيو زر الجرس وبارطاجيو مع الحباب ولا فامي، وبارك الله فيكم.